صور مع رئيس الهلال الاسبق الامير محمد بن فيصل، ياسر القحطاني مع بعض الاثنين. احلى اثنين ممكن ان تختار انك تسوي معاهم لقاء، احلى ثنائي هلالي. نقول لكم مبروك الفوز. الهلال فرض سيطرته اليوم رغم انه تاخر بهدف. نبدا، اسمح لي نبدا بالاكبر سنا. ايوه الاكبر سنا، تعال عطني رايك في المباراه وبعدين نقول لك مبروك الحج والله يتقبل منا ومنك. امين، الله يتقبل منا ومنكم. طيب عطنا رايك في المباراه. والله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الحمد لله ربي وفقنا، مباراه مهمه بالذات ان عارفين انها بعد فتره توقف، لكن الحمد لله ربي وفقنا في المباراه المهمه. ابو عبد العزيز، حقيقه يعني الكلمه تخوف، رده فعل على صعيد الجمهور غير عاديه باسباب يعني خارج الملعب، انتقال الفريدي، علقت انت على تويتر انتقال الفريدي، انتقال اسامه هوساوي. اليوم نقول من الممكن ان نقول النتيجه حقت اليوم هي عربون تاكيد انه الهلال لا يتاثر باحد. لا بالعكس، احنا ما احنا قاعدين نثبت لاحد، احنا قاعدين نثبت لانفسنا اول شيء انه هذا الامر صحيح يعني، ولا احنا في حاجه ان احنا نثبت. هذا الهلال وهذا تاريخ الهلال ومعروف، هم زملائنا سواء كان احمد او اسامه، وكنا نتمنى صراحه بقائهم، ولكن هذا هو الاحتراف يعني، ويجب ان احنا نتقبل الوضع بكل ما هو عليه. شفنا اليوم الهلال ما شاء الله تبارك الله قدم مباراه كبيره. اشكر فريق الاهلي، احنا كنا افضل من جميع النواحي حتى قبل لا يسجل الاهلي، ومبروك للجماهير اللي حضرت. نتمنى ان شاء الله بدايه من المباراه الجايه ان شاء الله المدرج الهلال يعود ان شاء الله بقوته ان شاء الله. شلوب لا تجامل ها. كان ناس كثير تتكلم عن انه ياسر حتى الفتره اللي راح فيها العين، ولما رجع من العين انه ناس كثير تقول والله ياسر ما هو في مستواه، ياسر المفروض ما يرجع، مفروض الاداره تجيب مهاجم ثاني اجنبي مع وسلي. لا تجامل عطى. والله شوف، والله ماني مجامل، لكن ياسر يعجبني فيه انه ما يصدق. للامانه ياسر لا مستوى طاح ولا شيء، بالعكس في كل مباراه جالس يقدم مباريات كبيره، والمعروف عن ياسر وللامانه يعني دائما جالس يساعد اللاعبين، فصدقني يعني ياسر ما تغير، هو نفسه ياسر النجم. اسالك كرام اللعيب كم؟ اسال كيف وش يقول هو؟ اسال عن ايش؟ لا كرام هو دائما انا وياسر نطاق في التمرين بعد مباراه التعاون، قلت له اكرام اللعيب 3 ايام، قلت بعد 3 ايام عاد بنبدا نطاق، وخليته 3 ايام. لا تجي الا ياسر لا تقربها. طيب ابو عبد العزيز الشلوب، تحس ان الرجال خلاص جيم اوفر شيب ولا لسه عنده شيء؟ شوفه بدا يصلع. يا اخوي الذهب ما يصدى ابو حميد، خبرته رقصوا بعض والضحيه انا بينكم. احنا عندنا ميدان يعني نثبت يعني محمد ما شاء الله عليه، سواء بدا المباراه او ما يبدا المباراه له بصمه في المباراه يعني، حتى في خبرته بالنسبه للشباب اللي موجودين لما يهدي اللعب، لما يعلمهم متى يسرعون اللعب متى يهدون اللعب، هذه الامور ما يحس فيها ترى اللي داخل الملعب، يمكن اللي خارج الملعب ممكن ما يلاحظها كثر احنا ما نلاحظها في الملعب. فمحمد بالعكس قاعد يقدم ادوار داخل الملعب وعليه مسؤوليات خارج الملعب ايضا، والحمد لله يعني ما شاء الله تبارك الله قاعد يقوم فيها على اكمل وجه. محمد قبل ما بناحيه مهمه قبل ما اسال ياسر، حسال ياسر عنها. لاحظت انه ياسر يوم جاب الجول وحتى لوبيز كان يشير الى ياسر بالاشاره هذه، تعرف هم في المعسكر البارح بينهم شيء دار شيء وتعرف ترجمه الحركه ذي ولا ما تدري؟ لا والله بس اتوقع حركه عاديه يعني تفاهم بين ياسر ووسلي. ايش تفاهم هي؟ لا لحظه لكن عشان لا عشان ما نضيعني، تو نتكلم مع ياسر جالس افكر كم صار في قناه الرياضيه الحين؟ انا؟ إيه؟ تبي تعد علي بعد؟ لا كم صارك بس؟ صار لي موسم وزياده. موسم زياده. ترى هذا السؤال تسالني من يومك في ام بي سي. وش ذا؟ حق كبر السن وكبر السن هذا. اسف. غيرها. لا اعطاني كتف قانوني. طيب وش قصتك انتوا لوبيز؟ لا ويسلي شاف الهدف حقي على الاتفاق قبل العام يعني، وشاف الحركه حقتي لما كنت اسويها، فهو عجبته الحركه، قال ودي اسويها بس ما حد تكلم علي. فاليوم قاعد يأشر لي بالحركه يعني، يقول طق يدي يعني. بس انا عارف الحركه دي مشكلتك ستيه. عموما شكرا لكم ياسر القحطاني، شكرا لك محمد الشلوب، ولا عاد نفسي